اهلا بيكم في لانسر 3 دي لاب. هنتعلم مع بعض ازاي نغير الفيب شيت، وعايزين بس نعرف الاول ان الفيب شيت انواع. في منه اللي بيكون بفريم زي كده ويكون تغييره سهل، في منه اللي انت بتضطر تفك الفريم نفسه كمان وتركب الفيب شيت وبعدين تقفل الفريم عليه وترجع ترجعه تاني في الفات بتاعته. هنتعلم مع بعض ازاي نركب اللي فيه الفريم. اول حاجه بتجيب الالانكي على حسب المسمار بيكون موجود معاك في البرينتر، بيكون معانا مجموعه من المسامير بنبدا نفك واحد واحد، ولكن يفضل ان احنا لما نيجي نفك او نربط نفك بالدياجونال، يعني عكس بعض، واحد هنا واحد هنا او واحد هنا واحد هنا، علشان تضمن في الاخر ان يكون التنشن في كل مكان من الفيب شيت واحد، يكون هنا زي هنا زي هنا زي هنا. خلاص وصلنا ان احنا فكينا كل المسامير، بنبدا نعمل ايه؟ ضغطه بسيطه من هنا ومن هنا، طلع معانا الفريم. طبعا الفريم ده فيب شيت ده شغالين يعني نجرب عليهم. بعد كده نجيب الفريم الجديد ده، الفيب شيت الجديد، ونبدا نركبه نفس الطريقه اللي عملناها. ازاي بنركبه كده؟ اهم حاجه هنا واحنا بنركب ان احنا زي ما قلنا بنشتغل على دياجونال، نربط مسمار هنا وبعدين هنا علشان اضمن ان التنشن في كل الاماكن يكون واحد، وبكده نكون ركبنا الفيب شيت بنجاح. طيب لو عايزين نختبره بنعمل ايه؟ بنجيب منديل زي كده وبنحط عليه التانك وبنملاه ميه ونسيبه شويه. لو لقينا اي تسريب للميه يبقى الفيب شيت فيه تسريب، ما لقيناش يبقى الف مبروك عليك.